الله. وان شاء الله عايزين نعرف الفريق هيسافر بعد الماتش الجزائر ولا هيجي، وبعدين يعني طلعنا كده على يعني بداية يعني موضوع لا نتكلم في ماتش المقاولين. لا ومباراة بتروجيت برضه مفيش مشكلة. مباراة بتروجيت طبعا يعني اللعيبة مجهدة جدا وفي اجهاد وانا برضه يعني بقرا مواقع كتيرة وبتاع ده، الناس في كتيرة بتتكلم على ازاي ما فيش حاجة اسمها اجهاد وما فيش مش عارف ايه، وناس يعني كانت بتهلل الفرقة من اسبوعين. ما هو الناس يا كابتن عشان بتحب الفريق. لا ما هو يعني بتحب الفريق، ما انا عارف ان الناس كلها بتحب الفريق وبتاع بس لازم الناس تعرف اللي بيحصل في الفريق وبتاع ده عشان لما نتكلم بطريقه موضوعيه. احنا 28 يوم يا ناصر لاعبين 7 ماتشات وكلهم سفر، الجزائر واسكندريه وكل ماتشاتنا كلها في القاهره. وبعدين اللعيبه مجهده جدا، ولعيبه انت يعني طلع منك فرقه كامله وجايب لعيبه جديده ما تستحملش كمان الماتشات دي كلها. فلازم لازم يحصل كده، لازم يحصل. طب هو مفيش يا كابتن، مفيش يا كابتن البديل اللي هو يعني يغطي. بص احنا البديل عشان انت تدخل بديل وبتاع ده وتلعب في التشكيل الاساسي بتاع الفرقه. هيطلع ناس كتير برضه هتطلع برضه تقول لك الجهاز غير ليه، ما الفرقه منسجمه، ما انت كان ممكن تغير ماتش بتروجيت وتطلع برضه خسران. فلو طلعت خسران في الماتش بتروجيت لا ازاي ده انت غيرت الفرقه، ما الفرقه ماشيه كويس، ما انت غيرت الفرقه ليه؟ ما تخلي الفريق الاساسي يعني الجهاز كان مستقر على التشكيل طبعا، مستقر رغم الاجهاد التشكيل وبتاع ده. يعني احنا برضه يعني الدوري العام بنسير زي ما احنا ماشيين في البطوله العربيه، عايزين برضه نمشي في الدوري العام بشكل كويس. والحمد لله اعتقد الشكل مرضي جدا لغايه دلوقتي، واحنا بنشكر كل اللعيبه على ادائهم في ماتش بتروجيت وعلى كل الضغوط وكل الظروف اللي بتقابلهم وبيتغلبوا عليها. معانا لعيبه رجاله بامانه يعني. طب مباراه المقاولين طبعا مباراه صعبه جدا لانك انت برضو في نادي المقاولين برضو مريح من 10 ايام اخر ماتش مع الزمالك ومريح فواخد فتره راحه اكتر. انت لاعب من يومين وسفر يعني سفر برضو، سفر ده لازم يعني نحط في الحسبان انه برضو من الحاجات عوامل يعني الاجهاد. عوامل الاجهاد الكبيره جدا على اللعيبه. ان شاء الله يعني احنا برضو بنحط في دماغنا ان احنا ماتش المقاولين ده ان شاء الله يعني هنحاول نلعب بشكل كويس ونعوض الخساره بتاعه بتروجيت. اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الماتش ده يخلص على خير عشان تسافر الجزائر وانت بقوتك الكامله من غير اصابات ومن غير اي حاجه. ونتمنى طبعا ان شاء الله ان احنا نحقق نتيجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله هنسافر النهارده، هنلعب بكره وهنبات في القاهره بكره وهنسافر الجمعه من القاهره على طول على الجزائر. الماتش يوم 12 الساعه 5:30 من الفندق على المطار ان شاء الله الساعه 6 ان شاء الله. كابتن ماتش اتحاد العاصمه فريق قوي، فريق متميز، انت شايف المباراه ازاي؟ هي طبعا بص كل الماتشات صعبه يعني بالذات انت لما تلاعب فريق جزائري بيبقى مباراه صعبه. لسه مخلصين فريق جزائري يعني مباراه صعبه جدا كمان. واتحاد العاصمه كمان في مركز احسن من مركز شباب بلوزداد. ولاعيبه عندها خبره كبيره ولاعيبه برضو اقوياء وعندهم ناس كثيره في المنتخب الجزائر ومحتلين كمان مركز متقدم. هو الثاني او الثالث يعني الثالث بفرق نقطتين على الثاني. عندهم كان يعني عندهم لعيبه كويسه واحنا اتفرجنا على يعني كذا ماتش. انا كنت لسه اسالك بعد اللقطات كده وبعد المشاهد من مبارياتهم في الماتشات اللي فاتت، وكان اخرها يمكن اتفرجنا على مباراه شبيبه القبائل. هي فرقه كويسه وبعدين انت وصلت للدور قبل النهائي فما بتدورش على هتلاعب مين يعني. انما انت دلوقتي كل تدور تكسب عشان توصل للنهائي، تكسب عشان توصل للنهائي بغض النظر على الفرقه اللي قدامك. احنا ان شاء الله ناويين ان شاء الله ربنا يكرمنا في الجزائر واللعيبه بتاعتنا تبقى بحالتها الكويسه ان شاء الله، ان احنا نقدم مباراه كويسه ونعمل نتيجه طيبه كويسه عشان يعني مباراه العوده ان شاء الله هتبقى اسهل ان شاء الله في القاهره ان شاء الله. كابتن يعني في نهايه الحوار ده يعني كلمه توجهها للجمهور او اللعيبه. انا يعني بتمنى الناس كلها انها تساند الفرقه، والفرقه يمكن لما بيبقى في اخفاق بيبقى اشد الحاجه انها مسانده الجميع، سواء من الصحفيين سواء من الجمهور سواء من اي حد ليه منظور في النادي الاسماعيلي. اعتقد ان الناس كلها يمكن قبل بدايه الموسم كانت متخوفه من مستوى الاسماعيلي ومن مشاركته لدرجه ان البعض يعني راى ان قال لك يا ريت ان الدوري يتلغي عشان ما نلعبش السنه دي في الدوري عشان
كانوا شايفين ان الفرقه فيها تغييرات كتيره وفيها ناس كتيره مشيت وفيها ناس كتيره جت وفيها ناس صاعده، ناس كتيره صاعده. انما الحمد لله يعني كل الناس اللي موجوده اثبتت انها رجاله وعلى قد المسؤوليه. فبتمنى من الجمهور النادي الاسماعيلي ان هو يساند الفرقه، لان الفتره دي فتره صعبه جدا، انت داخل على مباريات صعبه يعني، سواء في الدوري احنا يعني الدوري طويل لسه، انما الماتشات الصعبه اللي هي جايه الدور قبل النهائي في مباراه الاتحاد العاصمه في البطوله العربيه، دي البطوله القريبه اللي احنا ان شاء الله احنا بنحلم يا كابتن ان احنا ناخد بطوله، نتمنى من الله، نتمنى ان شاء الله نكون اول نادي ناخد البطوله العربيه ونهديها للناس اللي يعني مشتاقه الفرحه يعني في اسماعيليه وفي مصر كلها ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تروحوا وترجعوا بالسلامه يا كابتن منصورين. ربنا يخليك.